السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير كده، وحشتوني قوي. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة الأمة العربية كلها يا رب كده بخير. الموضوع حماسي أوي النهاردة، أول يوم العيد، أول يوم عيد ليا على القناة. لو أول مرة تشوفيني، أنا أختك سحر، دي قناتي، قناة روتينات. ما تنسيش الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد، وطبعا اللايك الحلو بتاعك اللي بيدعم القناة عشان تتشاف اكتر واكتر وتكبر، وطبعا الكومنت اللي بيفرحني وبتبسط قوي بيه. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده طبعا اول يوم العيد. زي ما معظم الناس، مش هقدر اقول كله لان مش كل الناس بتعمل كده، بس هنقول يعني المعظم او يعني الاغلب. بنفطر كبده. هنا كان بعد ما صلينا الحمد لله صلاه العيد. وطلعنا طبعا اللي عارف ومتابعني من اول ما فتحت على اليوتيوب، وطبعا اصحابي واخواتي، طبعا اول حاجه بنعملها الشاي بلبن. بعد كده طبعا ريحنا شويه، لان المفروض يعني بنبقى يعني صاحيين طول الليل. وبعد كده قبل الظهر كده صحيت صليت الحمد لله، وبعدين ابتديت ادخل على المطبخ اعمل كبده. معظمنا بيفطر كبده اول يوم العيد، عيد الاضحى. هنعمل النهارده طريقه بسيطه جدا للكبده. وطبعا راجعه لكم رقبتي قد السمسمه. طبعا كان المفروض ان انا انزل معاكم تنظيفات العيد، بس طبعا ملحوقه ان شاء الله الايام اللي جايه. بس في اوقات الواحد بيبقى ظروفه، يعني بيبقى فيه ظروف كده خارجه عن ارادته. طيب تتبيله الكبده ايه بسرعه؟ انا هعملها من غير افتكاسات، يعني الموضوع سهل قوي. بتجيبي كده قرن فلفل حامي، قرن فلفل بارد، بتعمليهم مع بعض. طبعا الحامي على حسب الرغبه. جبت معاكم زي ما شفتوا الاول كده في شوية كزبرة ناشفين دقيتهم. وبعدين طبعا كمون، ولو بتحبي فلفل اسود. انا بحط بصراحة فلفل اسود. وجبت معلقة توم كبيرة، وقرنين احمر واخضر، رومي، فلفل رومي يعني. ودقيتهم في الهون. انت ممكن طبعا تضربي الكلام ده كله في الكبة. طبعا ملحك حسب الرغبة بقى، بتحبي الملح بتاعك عامل ازاي. وجبت كده ايه، حوالي 3 ليمونات كده، بس طبعا عشان انتوا شايفين الليمون مسخوط مش فاهمة فيه ايه. جبت 3 ليمونات كده حلوين وعصرتهم على التتبيلة بتاعتي. بعد ما دقيتهم كده في الهون كويس، وبعدين رحت ايه مقلبيهم. هاخد حوالي تلتين من التتبيله دي، وهحطها على الكبده بتاعتي وهقلبهم كويس قوي. وبعدين هاخد بقيه التتبيله هوريكم هعمل بيها ايه. طبعا احنا كلنا بيبقى عندنا كده طقوس النهارده. لما صحيت افتكرت واحنا صغيرين. هقول لكم على حاجه كنا صغيرين، واحنا صغيرين كنا بنعملها. كناش بننام خالص انا واخواتي، وكنا بنستنى الفيلم الهندي. والله بجد. طبعا ما كانش فيه لسه افلام، يعني ما كانش لسه سوري فيه اللي هو ما كانش فيه يوتيوب، ما كانش فيه كل القنوات الفضائيه اللي دلوقتي متاحه. طبعا انا جيل التمانينات طبعا، فما كانش فيه الكلام ده. هنا بقى خدت بقول لكم بقى هنا كده مع مش تلتين التتبيله اللي انا عملتها. وطبعا انت بتعملي الكلام ده كله على حسب الرغبه. ما حطيتش خل هنا، حطيت ليمون وهحط الخل في الاخر. في طبعا ناس ما بتحبش تحط خل، يعني دي حاجات كتير انت ممكن تستغني او تبدليها باي حاجه، او ممكن ما تحطيهاش. وطبعا في الاخر الاكل بيطلع حلو. يعني ما توقفيش على شيء، او عشان مثلا ايه، طب انا ما بحبش الخل فمش هعملها، او انا مثلا طب الليمون بيتعب مثلا معدتي، لا يعني براحتك خالص. حتى انا هنا حطيت القرن الفلفل اللي هو السبايسي ده، وبعدين شلته واكتفيت بالكم يعتبر ربعه بس كده او تلته. عملته. نزلت كده بمعلقتين زيت كبار، وبعدين حتة سمنة بلدي كده حلوة. وبعدين هنزل بنص القرن او ربع القرن اللي انا خدته اللي هو السبايسي، وبعدين بقية التتبيلة وهشوحها. وبعدين بشم ريحتها كده بالثوم والبهارات اللي احنا حطيناها. بحط الكبده وبشوحها. الكبده متاخدش وقت عشان خاطر فوائدها ما تروحش منك. هي 5 دقايق بكبرها جدا بتكون استوت يعني. مفيهاش اي افتكاسات، بسيطه جدا. حمرت جنبها شويه بطاطس عشان ما ناكلهاش كده، وفينو في عيش زي ما انتي ما تحبي. بس انا للاسف ما اتغفلت في موضوع العيش ده. اتغفلت، اختكم اتغفلت والله. كنت مفكره ان الحاج صاحب البيت جاب عيش، بس طلع جايب العيش الناشف بتاع الفته. طب فين العيش الطري اللي هنفطر بيه يا جماعه؟ لا، قال لك لا، ما لقيتش. طب ما تعرفوني طب ان ما فيش عيش. فطبعا جبنا فينو، وانا مش من هواة الفينو قوي بصراحه.
المهم بقول لكم بقى، ما كانش طبعا على ايامنا الكلام ده كله بتاع اليوتيوب والانترنت اللي منتشر دلوقتي طبعا، ولا كل القنوات الفضائية ده. فكان بيجي بالليل من الساعة 2 او الساعة 3 كده، او بداية 2 من الفجر يعني او 3، الفيلم الهندي. ونقعد بقى لغاية الساعة 5 نتفرج عليه، نفضل نتفرج عليه انا واختي، نفضل نعيط. وساعات كانت بتضحك عليا وتقول لي ان البطل هيموت، وافضل او البطلة هتموت، وانا افضل اقوق بقى واعيط لغاية 3 ساعات من 2 ل5، على اساس ان البطل هيموت. في الاخر مش هيموت ولا حاجة، بيطلعوا طبعا ب7 ارواح او 70 روح. قولوا لي كده واكتبوا لي في الكومنتات مين كان بيستنى الفيلم الهندي في العيد ويتفرج عليه. طبعا كل سنة وانتم طيبين. كل دي حاجات احنا فاكرينها، وهنفضل طبعا فاكرينها، لان الحاجات دي بتبقى من الذكريات الحلوة قوي بصراحة، الواحد مش هيقدر ينساها ابدا. ولمتنا وقعدنا كده قدام الشباك واحنا بنتفرج على الناس وهي رايحة تصلي، لان طبعا كنا صغيرين ما كناش بننزل. فيعني كانت اجواء يعني الحمد لله والشكر لله ان احنا الواحد بصراحة عاشها يعني. هنا بقى بعد ما خلصت شوحت الكبدة، حطيت قرنين اللي هو الفلفل الاحمر والاخضر اللي هو الرومي. وبعدين كده رحت اتخرتهم كده على جنب، ورحت نازله بالملح، لاني ما كنتش حطيت ملح في التتبيله في الاول. وبعدين حطيت معلقتين خل، وطفيت على الكبده، وكده بالهنا والشفا الكبده اتعملت. سهله بسيطه وما فيهاش اي حاجه. كنت عامله برضو الكبده بطريقه تانية، للي عايز يتفرج عليها كانت في اول فيديوهات كنت نزلتها. وكنت كمان عامله معاها الطحينه، طبعا للي حابب طبعا يشرفني يتفرج عليها. طبعا كل سنه وانتم طيبين. وكل الناس يا رب كل سنه وهي طيبه. بجد ندعي لنفسنا كتير قوي في الايام الحلوه دي. وندعي طبعا لاولادنا، وندعي لاي حد مظلوم، يعني سواء بقى اهل غزه او في كل البلدان. يعني احنا كل البلدان فيها ظلم بصراحه، فربنا يا رب ينصرنا كده، وينصر يا رب كده كل الناس على اي حاجه وحشه بتحصل حوالينا. هنا بقى كنت خلصت الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. فطار سريع، حاجه حلوه قلت انت بص، وكنت بهوي العيش من كتر ما هو كان سخن. الحمد لله. فطرنا وصلينا وعيدنا، والحمد لله ان ربنا بلغنا العيد. لو وصلت معايا لغايه هنا شكرا جدا، دمتم في رعايه الله، مع السلامه، باي باي.